السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهاردة ازاي نعمل حلق من سلك السوسته، وايه هي المقاسات اللي احنا ممكن نستخدمها او اللي احنا ممكن نعملها من سلك السوسته. ممكن نعمل المقاس الكبير اللي هي الدايرة الكبيرة او الدايرة الوسط او الدايرة الصغيرة. طب ايه هي الخامات اللي احنا هنحتاجها عشان ننفذ الموديل ده؟ اول حاجة هنحتاج معانا خرز تفسيرة اللي هو اللون اللبني، ونحتاج خرز تفسيرة اللون اللي هو الاوف وايت، وسلك السوسته، وهنحتاج هوك الحلق. طبعا احنا قلنا ده سلك السوسته، ده جزء من سلك السوسته بالشكل ده كده. وهنحتاج هوك الحلق، ده هوك الحلق. وهنحتاج زرد مقاس 6 بالشكل ده. هنحتاج معانا الزرادية اللي هي الناعمة، وهنحتاج معانا الزرادية المبرومة، دي اللي هي الزرادية المبرومة. وهنحتاج معانا القصافة. اول حاجة هنعملها هنجيب سلك السوسته. طبعا سلك السوسته بيكون ليه طرف، احنا بنشوف الطرف بتاعه طلعه كده، ده طرف سلك السوسته بيكون الطرف بتاعه بالشكل ده كده. بنبدا ان احنا نقص الجزء اللي جنب الطرف بتاع سلك السوسته بالقصافه من هنا كده. هنبدا ان احنا نقص الجزء ده. يبقى احنا عملنا ده جزء او الجزء الاول من الحلق، ده الدايره الكبيره. نعمل القطعه الثانيه من الحلق برضو، هنيجي من جنب الطرف بتاعه كده، وهنقص الجزء ده كده هنا كده. نبدأ ان احنا نقص. يبقى ده اللي هو الجزء التاني للحلق بالشكل ده كده. ده لو احنا هنعمله الحلق اللي هو بيكون مقاسه كبير او الدايره بتاعته كبيره بالشكل ده كده. طب لو احنا عايزين نصغر الدايره شويه، يعني احنا في ناس بيحبوا الحلق يكون كبير كده، وفي بعض الناس بيحبوه تكون الدايره بتاعته صغيره شويه. طب احنا نصغر الدايره دي ازاي؟ احنا بنمسك الجزئين اللي احنا قصيناهم دول كده، بنبدا ان احنا نخلي الجزء الاولاني الطرفين مع بعضهم بالشكل ده كده، ونظبط الطرف التاني. لو نشوف احنا عايزين نقص منه قد ايه، او ان احنا عايزين الحلقه بتاعتنا قد ايه بالشكل ده كده. لو احنا عايزينها مثلا كده، فنبدا ان احنا نمسك الجزء ده كده، بحيث ان الجزء ده هو اللي احنا هنقصه عشان نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه، تبقى الدايره صغيره شويه. فهنبدا ان احنا نقص الجزء ده، وطبعا لازم نقص الاتنين بيكونوا بنفس المسافه، يعني بعد ما نقص يكونوا الاتنين الجزئين بنفس المقاس. اول حاجه هنمسك الجزء ده كده، ونبدا ان احنا نحدد الجزء اللي احنا هنقصه، وبالقصافه هنبدا نحدد او نعمل علامه في الجزء ده كده. طبعا هي القصافه مش هتقص الجزئين، فاحنا هنعمل علامه في الجزئين، ونبدا نمسك ناحيه نقصها. نبدا نمسك الناحيه دي كده. طبعا دي العلامه اللي احنا عملناها دلوقتي في الجزء ده كده. هنبدا ان احنا نقصها. هنمسك الجزء ده كده، ونبدا ان احنا نقص. يبقى احنا كده عملنا اللي هو الدايره الصغيره الاولانيه بالشكل ده. هنبدا نعمل الجزء الثاني. احنا برضو عاملين العلامه بتاعته او معلمين العلامه بتاعته هنا كده بالقصافه. هنبدا ان احنا نقصها، ويبقى ده الجزء الثاني للحلقه. بعد كده احنا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا طبعا هيبقى المقاس بتاعه او الحلقه بتاعته يعني في الوسط كده بالشكل ده كده، هتبقى في الوسط كده بالشكل ده عشان نعمل الحلق. ونبدا ان احنا نحط فيه خرز التفسيره. هنبدا نعمل له دايره من هنا كده، او نقفله من الناحيه دي بدايره كده باستخدام الزراديه المبرومه. فهنبدا ان احنا نلف الجزء ده كده بالشكل ده كده. بعد كده هنبدا ان احنا نملى الجزء ده بالخرز التفسيره الاوف وايت. طبعا هنعمل نصين، نص من خرز التفسيره
الاوف وايت، والنص التاني هيكون من، هنبدأ ان احنا نرصه كده. ده اللي هو اللون الاوف وايت. ونبدأ يعني احنا عايزينه في النص كده، يعني بالنظر كده عايزين الخرز يكون في النص. نبدأ ان احنا نشوفه كده في النص ولا لأ، فهو يعني يعتبر كده عدى النص بشوية. هنبدأ ان احنا نشيل خرزاية او 2 كمان. بعد كده نبدأ نحط خرز باللون اللبني في النص التاني، بحيث ان احنا نعمل نص اوف وايت والنص التاني لبني. بالشكل ده كده. ونبدأ ان احنا نسيب الجزء ده كده عشان هنقفله زي الجزء ده. نبدأ نسيب الجزء ده كده عشان هنقفله. يعني ممكن نحط كمان خرزاية. نبدأ نقفل الجزء ده، نعمل هنا دايرة زي الدايرة دي كده. هنستخدم الزرادية اللي هي المبرومة، ونبدأ ان احنا نعمل الدايرة التانية في الجزء ده كده بالشكل ده. احنا كده عملنا الدايرة التانية بالشكل ده كده. احنا كده قفلنا من ناحيتين بالشكل ده. ده شكله اللي هو نصين كده بالشكل ده، اللي هو حلق من خرز التفسيرة باللون البني واللون الاوف وايت. طب الجزئين دول احنا نبدأ يعني نعملهم ازاي او نركبهم ازاي فوق الحلق. طبعا احنا عملنا ناحية دلوقتي اهي، دي ناحية من اللون الاوف وايت واللون اللبني. هنبدأ نعمل الناحية التانية برضو من اللون اللبني واللون الاوف وايت. طب هنبدأ ان احنا نجمعهم الاتنين مع بعض ازاي؟ هنجيب الزردة، نبدأ ان احنا نفتح الزردة، نبدأ ان احنا نمسك الحلق كده وندخل هنا الجزء ده، الزردة في الجزء ده والجزء ده كده بالشكل ده، وندخل معاهم الهوك بتاع الحلق ونبدأ نقفل. احنا كده عملنا اللي هو الجزء الاولاني من الحلق بالشكل ده كده. بقى ده شكله كده، واحنا بعد ما عملناه في هوك الحلق بالشكل ده. هنبدأ نعمل الجزء التاني بنفس الطريقة برضو. هنجيب زردة، نفتح الزردة، هنبدأ برضو ان احنا ندخلها في الحلقتين اللي احنا عملناهم دول، هنا في الاولانية وفي التانية بالشكل ده كده، ونبدأ نحط معاها هوك الحلق. بعد كده نقفل الزردة. بعد كده نبدأ نعدل الزردة كده ونظبطها. بالشكل ده كده. يبقى ده الجزء التاني من الحلق. ممكن نعمل اشكال كتير، ممكن نعمله سادة بالشكل ده كده. ده ابيض ساده وحاطينه على الكارت والكيسه بتاعه. كنت انا وريت لكم الكارت ده والكيسه في فيديو المشتريات بتاع الكروت. احنا بنجيب الكارت وطبعا بيكون فيه هنا فتحتين كده تحت كده هنا للحلق، لكن احنا ممكن نعمل فتحتين فوق بحيث ان يكون الحلق كله على الكارت، ما يكونش نازل من على الكارت، بيكون كله على الكارت بالشكل ده كده. فاحنا ممكن نعمل بالخرامه هنا، نخرم خرمين كده فوق نحط فيه الحلق بالشكل ده.
ممكن نعمله بالخرز اللي هو الفضي بالشكل ده اللي وريتهولكوا برده في فيديو المشتريات، ده اللي هو الخرز الطويل الفضي بالشكل ده كده برده حلو، شكله حلو رقيق. ممكن نستخدم فيه الربر، ممكن نعمله من الربر، ده الربر الملون برضو حطينا كله ربر، رصينا كله ربر كده، وحطينا معاه الزرد وهوك الحلق بالشكل ده. ده الشكل النهائي ليه في الكارت والكيسه. ممكن نعمله من اللولي، ده لولي مقاس 4، فطبعا بيكون شكله برضو حلو جدا وقايم لو احنا عملناه حلق، وينفع برضو مناسبه، او احنا ممكن ان احنا نعمل من اللولي برضو حلق باستخدام سلك السوسته بالشكل ده كده. ممكن نعمله نصين ابيض واسود، طبعا يعني احنا ممكن نعمل تداخل الوان كتير واشكال كتير، ما نكونش مقيدين بالشكل واحد، لكن ممكن نعمل خرزايه وخرزايه، ممكن ندخل الفضي مع الذهبي، ممكن ندخل الفضي مع الاسود. طبعا الالوان دي في ايدينا، يعني هي بتبقى اذواق، لكن المفروض احنا نعمل اشكال مختلفه ونعمل الوان مختلفه. ده شكل تاني برضو من اللون الفضي واللون الذهبي. لو احنا عملنا فضي وذهبي، هنا عملنا 10 خرزات من اللون الفضي و10 خرزات من اللون الذهبي بالتبادل، لكن في الاخر عملنا 4 خرزات من اللون الذهبي. المسافه اللي باقيه تاخد 4 خرزات بس، لكن ده شكل حلو في النهايه، شكله حلو برضو قايم بالشكل ده. ممكن نعمله من خرز التفسيره الملون بالشكل ده كده، ده خرز التفسيره الملون برضو شكله حلو جدا وترند برضو، لان الشكل الملون ده بيعجب البنات برضو، فاحنا بنعمل برضو من الخرز الملون ده اشكال كده من الحلقان، نستخدم برضو في الحلق الشكل الملون ده اللي هو الحلق الدايره. استخدمنا هنا اللي هو الخرز اللي هو الطويل اللي انا وريته لكم قبل كده برضو في فيديو المشتريات، اللي هو اللون الذهبي، بيبقى حلو جدا برضو الشكل ده، شكله رايق وحلو برضو. ممكن نعمله برضو اللون اللي هو الكحلي ساده كده بالشكل ده. ممكن نستخدم الربر الملون بالشكل ده كده، واستخدمنا معاه هنا الالماس، حطينا 3 قطع من الالماس على ابعاد متساويه كده، بحيث ان يكونوا الخرزتين اللي هما في الجناب قصاد بعضهم كده، والخرزايه اللي هي او تحت كده تكون في نص الربر كده، تكون في النص كده بالشكل ده. فطبعا احنا بنعمل يعني بنرص جزء من الربر كده بالنظر كده، ونحط هنا الالمازه، وبعدين بنعمل نص المسافه هنا في الجزء ده كده، ونحط الالمازه ونص المسافه بيكون متساوي. ممكن عندي عدد الربر برضو عشان يطلع متساوي بالظبط، وبعد كده نحط الالمازه بحيث ان هي تكون هنا قصاد الالمازه اللي في الناحيه التانيه بالشكل ده كده، برضو شكل حلو وقايم برضو الشكل ده. استخدمنا فيه الربر الملون والالماس. ممكن نعمل برضو من اللون الاسود الساده بالشكل ده كده برضو، ده هنا استخدمنا اللون الاسود الساده في حلق من سلك السوسته. ممكن نعمل المقاس اللي هو الوسط باستخدام الخرز الاسود بالشكل ده كده. هنا استخدمنا الخرز اللبني برضو بالشكل ده، حلو برضو الشكل ده وترند برضو لسنه 2023، لان الالوان الساده دي بتبقى حلوه برضو بتعجب بنات كتير. فاحنا ممكن نعمل الساده، او ممكن نعمل تداخل الوان، نعمل كل الالوان يعني الساده والملون او نصين. ممكن نستخدم اللولي، ممكن نستخدم الربر، يعني يكون معانا تشكيله كده من الحلقان اللي هي بتبقى بسلك السوسته. طبعا بالنسبه للتكلفه، لان الناس كتير بيسالوني عن التكلفه، طبعا التكلفه دي احنا بنحددها عن طريق ان احنا بنحسب الخامات اللي احنا استخدمناها في الموديل بتاعنا. يعني احنا خدنا مثلا مجموعه من خرز التفسيره، فبنعد خرز التفسيره في كل جزء من الحلق، ونعرف مثلا العدد بتاعه قد ايه، ونبدا ان احنا نوزنه ونطلع ثمنه، طبعا مع تكاليف الهوك بتاع الحلق والجزء اللي احنا واخدينه من سلك السوسته. بنعرف التكاليف دي كلها، طبعا تكلفه الكات وتكلفه الكيسه، كل الحاجات دي بنحسبها، وبنحسب كمان المصنعيه وهامش ربح. هامش الربح ده ممكن يكون بالقليل او ممكن يكون بالكتير، لان الناس بتسالني ايه هو هامش الربح. في ناس بتقدر الشغل بتاعها بهامش ربح يكون عالي، او ممكن يكون هامش الربح بتاعه بسيط وبيكون مرضي بالنسبه له. فهامش الربح ده بيكون غير ثابت، يعني ممكن يكون عالي وممكن يكون قليل. ده بالنسبه لي حلقه النهارده من سلك السوسته. استخدمنا سلك السوسته من خرز التفسيره،
طبعا التكاليف بتاعته هو غير مكلف، وبرده طريقته سهله وبسيطه خالص. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.